خلي بالكم، المجرم لما بيلاقي نفسه بيموت بيرفص، بيعمل اي حاجه. ما تقلقوش ولا تسمعوا الشائعات. لما تسمعوا حاجه وحشه عليا ما حدش يقلق، ما حدش يقلق. اعلموا ان الله يدافع عنا ان شاء الله. الاهم هو عايز يشغلك بالشائعات، عايز يشغلك بالكلام الفارغ، يقوم انت تنشغل هنا وتقعد تقول ازاي، والمجرم يجري الناحيه الثانيه يدور ازاي يزور. ما هو ملوش حيله غير كده، ما هو عارف النظام ده مرفوض، ما حدش قابله الا اللي زيه او اللي يضحك عليه او اللي يرضى رشوه، ودول في مصر خلاص ما لهمش مكان. خلي بالك، نفتح عينينا لان ربنا هيسالنا عملتوا ايه. وخلي بالكم الفرص ما بتجيش للشعوب في تاريخها كل يوم، الفرص ما بتجيش كل يوم. احنا عملنا ثوره ليه؟ احنا ثورتنا كانت ثوره جعانين؟ لا والله، المصريين صاروا لكرامتهم، المصريين طفح الكيل، الغدر والخيانه، التزوير، السرقه، الرشوه. تعرفين اللي كان عايز يدخل ابنه كليه الشرطه بيروح الواحد الله يرحم اللي فات يديله الفلوس، يوم مش عارف يعد، ما عندوش وقت، حطوها على الميزان، وزنت يقول له مظبوط، كل قلب له وزن. اي والله، احنا عايزين نرجع تاني